يا صباح الفل وصباح الهنا عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتونا كتير كتير يا حبايب قلبي، من زمان مش عملنا مع بعض روتين. بنجهز بقى لتحضيرات رمضان بقى عشان نعلق الزينة ونفرش الحتة. انا هنا خلصت اوضة الاطفال اهي، نضفتها ولمعتها، والفانوس هنا غسلناه وطلعناه جهزناه اهو. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. احنا بقى على الطريق بقى والدنيا دوشة بقى. هنا بقى نضفت البلكونة اهي وخلصتها وزعفتها وخلصت كله عشان نعلق الزينة برضو ان شاء الله اهو. اول حاجة دخلت عليها هي اوضة الاطفال وخلصتها. انا بقى نطلع على الصالة مقلوبة بقى قلبتين حلوين، مقلوبة قلبة حلوة كده اهي، شايلة المفارش عشان هنفرش فرشة حلوة قوي. بصوا اللي انا عاملاه ده، بس الشمس ضاربة في الشقة. ايه رأيكم في الستارة الجميلة ديت؟ انا شلت الستاير عشان اغسلها اهي. ايه رأيكم؟ انا وام فريدة عاملين زي بعض. انا اللي قلت لها على الستارة دي نعملها في الصالة بدل ما نجيبها ونعملها مفارش. هنا بقى دي غسيل بقى المفارش اللي انا لميتها بقى عشان اغسلها اهي. وانا خلصت اوضه النوم برضو، شلت السجاده ومسحت تحتيها، لمعنا الخشب خلصنا خالص. امسك اهي. ومهويه، بحب اهوي الشقه لما بقوم من النوم. دي بقى حاجات رمضان الجميله. احنا كنا عاملين فيديو السنه اللي فاتت في رمضان طريقه الحاجات ديت بتتعمل ازاي، كان جوزي عاملها، بس مش نزلنا الحاجه بقى عشان كان عندنا ظروف زي ما انتوا كنتوا عارفين. دي الحاجات دي انا طلعتها بس هثبت عليه بس باللزق. دي الخداديات، دي برضو لسه جديدة ديت. رمضان كريم، الله أكرم، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي اهي. بصوا الجمال، أنا وأم فريدة زي بعض زي ما انتوا عارفين. أنا اللي قلت لها على الستارة وجبتها، وجوزي راح جاي مخيطها وعاملها لنا على طول في ثانية. أنا جوزي بالمناسبة بتاع ستاير ومنكد ليه في كل حاجة يعني اهي. الحاجات نظيفة، مش هغسلها عشان أنا غسلاها وكنت شايلاها. هنفرش مع بعض الصالة اهي. انا مش جايبه مفروشات ولا حاجات زي كده يعني. دي للترابيزه، ودي خداديه برضو تانية اهي. حاجات جميله، ودي زينه، ودي كنا حاجات برضو عاملينها برضو كده، اختراعات حلوه. ده فانوس رمضان ده كويس والله، لسه شغال اهي. فانوس، بس العيال ما صدقوا شافوا الفوانيس. ودي لونات كده، حاجات جايبينها اهي. هوريكم شكلها، بصوا يا شقاوة بتنور حلو. بصي اهي. ايه كنا رأيكم؟ معلقينها على ده كله انا هعلقه دلوقتي وهوريكم شكل الشقة بعد لما اخلصها. بس ادعولي عشان انا المهمة تقيلة اوي اوي وكبيرة. ده شكل تاني برضو اهو، شكل جميل، هعلقه في الصالة. وده فانوس مكسور احمد هياخده يلعب بيه، ولسه هطلع لهم فوانيسهم تانية. مش تنسوا بقى يا حبايبي بقى تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب عقبال ما اخلص بقى الشقة بقى وارجع لكم تاني. كل سنة وانتم طيبين. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما خلصت وفرشت اهو، زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوه اللي انا عاملاها اهي. رايكم في بوجو طمطم اللي احنا كنا جايبينه فيديو المشتريات، رمضان يجمعنا اهو. ايه رايكم في الحلاوه؟ انا عامله ديكور كده بسيط على قد ايدي انا وعلى قد امكانياتي. ما بحبش برضو الشغل البهرجه قوي زي ما انتوا شايفين. اهلا رمضان والهلال اللي احنا كنا عاملينه. ايه رايكم؟ الزينه ديت بقى كانت عندنا من السنه اللي فاتت، علقتها انا اللي عملت ده كله لوحدي. ايه رايكم؟ مش لكم دعوه بالخس والخضره ده، خير جاي لنا من الارض. ايه رايكم في الجمال ده؟ ما كلفتش نفسي والله، ده حاجات كانت عندي من السنه اللي فاتت، حاجات بسيطه بس اللي انا جايباها اهي زي ما انتم شايفين كده.
ايه رأيكم؟ انا حطيت الخيامية دي هنا كده، تدي شكل حلو رمضاني كده حلو اهي. ايه رأيكم؟ الاوض زي ما انتوا عارفين انا كده كده خلصتها اهي، ما فيهاش اي حاجة، انا روقتها وخلصتها زي ما انتوا شايفين اهي. معانا فانوس برضو هنا بس مش شغال، ده بتاع السيد. ده افكار كنا احنا عاملينها السنة اللي فاتت، حاجات كرتون كده، دي كرتونة احنا عاملينها كده، حاجة تدي روح رمضان كده. ده هي 30 يوم هنا وسعادة، يبقى كله خير وفرح. دي كده انا حاطه عليها الطفايه برضو معموله بالكرتونه، افكارها حلوه خالص وسهله اهي. وبركاته. دي كده انا حاطه عليها الطفايه برضو معموله بالكرتونه، افكارها حلوه خالص وسهله اهي. الاوضه خلصناها، غسلنا الفرش كلها والحته كلها زي ما انتوا شايفين، والمطبخ خلصان، بس عندنا حاله محشي وقت المحشي. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي بقى؟ مش تنسوا بقى يا حبايب قلبي بقى تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولي لي رايكم في الديكور الحلو اللي انا عاملاه ده. بسيط على قدي، مش بحب الحاجه المبهرجه قوي برضو، انا بحب الحاجه تبقى بسيطه برضو، كل ما تلم الدنيا كل ما تبقى لها شياكه ولها ذوق. الستاره ديت فكرتي انا، قلت للمفرده تعالي نشتريها ونعملها، جوزي عملها لنا اهي وعلقناها. انا جايبه مترين ب100 جنيه، المتر ب50 جنيه اهي. ايه رايكم؟ والهلال الجميل بتاعنا، احنا لسه بقى هنعلق الزينه بقى بمشيئه الله تعالى في البلكونه وفي الشارع على البلكونات يعني عندنا، وهنعلق الفوانيس، وهنشوف بقى يومنا هيبقى ايه وايامنا الحلوه اللي جايه ده هتبقى ايه. ايه رايكم؟ الفانوس الجميل بتاعنا ده بس اللي شغال اهي. احمد بيقول لكم حطوا لايك لايك وشير وايه نص. قول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. حطوا لاحمد بقى لايك يا حبايب قلبي بالازرق اللي انا عاملاه ده كله. كل سنه وانتم طيب يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه محمد، يا رب يجي علينا بخير وهنا وسعاده. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. حط يا حبيبي كده. ايه رايكم بقى؟ مش تنسوا بقى تحطوا لنا بقى كل سنه وانتم طيبين، وتسلم ايدك يا ام سيد على الديكور البسيط الحلو ده. والسلام عليكم.